بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم في الحكاية بالبلد. اليوم سرقت فيلة أحمد شيبة اللي في العجمي البطاش، والسارق مفاجأة للجميع. ذهب الفنان أحمد شيبة وعائلته إلى فيلته بالساحل الشمالي لمدة شهر تقريبا، وعندما عاد إلى فيلته في العجمي لاحظ الفنان أن فيلته مسروقة، وذهب إلى مديرية أمن الإسكندرية ليبلغ أن فيلته قد سرقت. بعد التحري من المباحث وتفريغ الكاميرات، تأكد أن السارق هو ابن أخت الفنان ومعه صديقته. وعند التحقيق مع السارق اعترف أنه السارق، وأن الخزنة كان بها 800 ألف جنيه مصري، 5000 دولار، وبعض العملات اللبنانية والتونسية والإماراتية، وصندوق به مشغولات ذهبية وألماس. واعترف أن المسروقات عند أخته اللي غير شقيقة. وعندما عرف الفنان أحمد شيبة إن ابن أخته هو السارق، حب يعالج الموقف ويتنازل عن المحضر، ولكن في حق مدني ولازم ابن أخته يتحبس. وده كان خبر كنا لازم نقوله. أهم شيء الاشتراك في القناة واللايك. شوفوا حلقاتنا اللي فاتت وحلقاتنا اللي جاية، وشكرا على المتابعة.